بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الزمالك السنه دي ما عملش اي صفقات، بل بالعكس اللعيبه الجامده اللي كانت عنده سابت الفريق ومشيت بسبب الازمه الماليه، واللعيبه اللي موجوده ما بتقبضش اصلا. ولكن لك ان تتخيل ان نادي الزمالك مرشح للفوز ببطوله كاس مصر قصاد بيراميدز. طبعا المباراه صعبه، وبيراميدز فريق هو يعتبر دلوقتي اقوى فريق في افريقيا مع صن داونز، لان هو وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا. والزمالك برضه مرشح للفوز ببطوله الدوري لحد دلوقتي رغم الظروف الصعبه جدا اللي بيمر بيها نادي الزمالك. الزمالك مرشح للفوز ببطوله الدوري. لو حصل دروب للاهلي وبيراميدز وخسروا ماتشين والزمالك قدر ان هو يكسب كل ماتشاته، فاعتبر ان الزمالك بطل الدوري المصري الموسم ده. وممكن الزمالك يفوز بالدوري والكاس. في سيناريو انا بتوقع انه على الاقل الزمالك هيكسب الكاس، يعني وجهه نظري الزمالك هيكسب الكاس، يا هيبقى مركز تاني في الدوري ان شاء الله لو اتخصم من الاهلي ال3 نقط. وهيبقى ده موسم يعني حصل بقى انقاذ ما يمكن انقاذه زي ما بنقول. نادي الزمالك عنده صفقات قويه جدا هيعملها نادي الزمالك برئاسه حسين لبيب، وبدعم من بعض رجال الاعمال الزملكاويه زي ممدوح عباس وزي هاني بيرزي. وكلنا فاكرين التويته الشهيره لممدوح عباس لما قال لك ان نادي الزمالك ان هو هيعوض جماهير الزمالك عن انتقال زيزو للنادي الاهلي بصفقتين هتنسيهم الام الغدر. زي ما احنا شفنا التويته الشهيره بتاعت ممدوح عباس، منهم صفقه هتقلب الرأي العام في مصر والكورة والكرويين والأهلاوية والزملكاوية يتكلموا عليها. صفقة كوتيسا، اللعيب ده لو قدر نادي الزمالك إن هو يتعاقد معاه، توقعوا إن نادي الزمالك هيبقى منافس قوي ومنافس شرس جدا على كل البطولات اللي هيشارك فيها السنة الجاية إن شاء الله في الموسم الجديد. النادي الأهلي بعد ما عمل كل الصفقات جامدة جدا والمليارات اللي صرفها، لك أن تتخيل إن الأهلي لما خسر قصاد صن داونز داخل في خسارة مالية حوالي 20 مليون دولار. يعني 20 مليون دولار دي اضرب في 50 يعني حوالي مليار جنيه. 1000 مليون خسرهم النادي الأهلي، 1000 مليون جنيه خسرهم النادي الأهلي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ببساطة كده. الأهلي خسر عشان ما وصلش النهائي 6 مليون دولار قيمة البطولة. خسر 2 مليون دولار بطولة السوبر الأفريقي، ادي كده 8. خسر 6 مليون دولار قيمة الانتر كونتيننتال. لو كان وصل وكسب او زي ما حصل السنة اللي فاتت كان هيكسب حوالي 6 مليون دولار. ودي خسارة مالية كبيرة جدا خسرها النادي الاهلي بسبب خسارته قصاد فريق صن داونز، رغم الصفقات القوية جدا اللي عملها النادي الاهلي. طبعا غير مشاركته في كاس العالم للانديه الموسم الجديد لو كان كسب دوري ابطال افريقيا. فطبعا كل دي خسائر اتعرض لها للنادي الاهلي، غير الخساره الفنيه، غير غضب الجماهير الاهلاويه طبعا وزعل جمهور الاهلي من الكابتن محمود الخطيب بعد ما فشل الاهلي في الفوز ببطوله افريقيا. كان ممكن الاهلي لو حافظ على السكواد بتاعه وبس ضاف الصفقات اللي هو محتاجها كان ممكن الاهلي يفوز ببطوله افريقيا كالعاده زي ما حصل وفاز بيها السنين اللي فاتت. ولكن ده ما يمنعش ان الاهلي عمل اللي عليه واللعيبه عملت اللي عليها. انت بتواجه فريق قوي برضه صن داونز، واحتمال الخساره وارد ولازم تتقبل الخساره زي ما بتتقبل المكسب والفوز. اكتبوا لنا رايكم في التعليقات عن الموسم الجديد، وايه رايكم في الصفقات اللي هيعملها الزمالك ان شاء الله، صفقات النادي الاهلي وخروجه من دوري ابطال افريقيا. وما تنسوش كلكم تقفوا جنب بيراميدز وتشجعوه في نهائي دوري ابطال افريقيا قصاد صن داونز. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات.